فريق الاتحادي في حديثه بعد هذه المباراة. أهلا وسهلا عبد الرزاق. واحدة من روائع الاتحاد في هذه الليلة، 4 أهداف ما شاء الله تبارك الله، يتألق الاتحاد وعبد الرزاق كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر هذه الجماهير اللي حضرت اليوم بالرغم من أنه المباراة متأخرة في الوقت، وبالرغم من أنه يعني اليوم ما كان يساعد كثير من الجماهير أنها تحضر. الحمد لله، أشكر اللاعبين على المباراة اللي قدموا، المجهود اللي قدموا، اللهم لك الحمد. يعني مباراة خلصت، خلاص الحين نركز على المباراة الجاية إن شاء الله من اليوم إن شاء الله. عبد الرزاق، رغم أن الاتحاد لا يستحوذ إلا أنه في التحولات قادر أنه يؤذي أي خصم، إيش السر في ذلك عبد الرزاق؟ هو مو بالضرورة أن تستحوذ. المباراة الماضية استحوذنا وانهزمنا. يعني أنت تشوف المباريات على حسب الأجواء حقها، على حسب يعني مجريات حق المباراة، واليوم إن شاء الله الحمد لله استطعنا أن نفوز. بقيت 4 مباريات، نتحدث عن 7 نقاط في غاية الأهمية بالنسبة للاتحاد دون النظر إلى نتائج المنافسين. كيف شايف الوضع بالنسبة للاتحاد؟ لا، لسه الدوري بعيد جدا بالنسبة لنا احنا، لسه الدوري بعيد جدا. احنا الحين نفكر في المباراة المقبلة، ونفكر بمباراة بعد مباراة، وان شاء الله كل شيء حيقرب ان شاء الله. سؤال أخير عبد الرزاق، تحدث رئيس النادي قبل فترة أنمار الحايلي على أنه عبد الرزاق حمد الله وقع النادي الاتحاد على بياض دون أن ينظر إلى قيمة العقد. إيش اللي أجبر عبد الرزاق حمد الله أنه يوقع هذا العقد مع الاتحاد ويستمر لمدة 2 قادمة مع الاتحاد عبد الرزاق؟ لأنه في رجال في هذا النادي. حلوة. خلاص حبيبي. شكرا لعبد الرزاق حمد الله متحدثا بعد نهاية